بطل دور 16. من هو المغربي ياسين بونو؟ استطاع حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو أن يصنع التاريخ مع زملائه بوصول المغرب للمرة الأولى إلى الدور ربع النهائي من المونديال الكروي. وتصدى بونو لركلتي ترجيحتين في مباراة دور 16 لمونديال قطر الثلاثاء، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وبونو، الذي ولد في عام 1991 في كندا لأب مغربي، يلعب حاليا مع نادي إشبيلية في عقد يمتد إلى عام 2025، وكان قد حصل على جائزة سامورا لأفضل حارس مرمى في الليغا الموسم الماضي. وانطلقت رحلة بونو في عالم كرة القدم مع فريق الوداد عام 1999، وشارك في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2011، وبدأ اللعب